السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو بغيت نقول لكم على شنو هي المراهقة في المغرب. بالنسبة للمراهقة أنا كيجيني اسم يعني ما كيعنيش أن بنادم مازال صغير وغير مسؤول، راه بالعكس تماما. كتجيني المراهقة يعني كتعني أن بنادم خصو يكون يطلع طلعة صافي، يعني صافي يعرف الحياة باش طايحة ويدير إنجازات في هذه المراهقة باش يبان داك الشخص شكون هو. يعني لما دارش شي انجاز، فاش نقول انجاز مش شي حاجه كبيره، يعني مثلا النجاح في القرايه، بنادم تيعاون راسو بشي خديمه، تيعاون والديه، تيكون مسؤول في الدار. يعني بنادم خصو يبين هذيك المراهقه شنو دارت فيه، واش بنادم راجل ولا كما تنقولوا سمحوا لي شماته. خصوصا الرجال تنركز عليهم. المهم في المغرب فاش يكون صغير تيقولوا راه يلاه تولد، فاش كيوصل طفل خليه مازال صغير. خصوص الدري، انا الدري ما تنسمحش ليه ان يديروا عليه هذا ولانه هو اللي مسؤول باش يكون رب الاسره. يعني كيفاش غيكون رب الاسره؟ كلكم راعين، يعني كيفاش غادي يتعلم هو انه يكون راعي على اسره في واحد الوقت؟ يعني في الطفوله تيقول لك وخليه راه مازال صغير. من 12 ل 18 والمراهقه صعيبه المراهقه صعيبه. من 18 ل 30 واش طيش الشباب. من 30 ل 50 تيقول لك واجهته المراهقه متاخره. ومن 50 ل 60 او 70 او 80 تيقول لك شرف وخرف. واش هادو هما هكا خص الراجل يكون؟ يعني لا، ما يمكنش. المهم انا هذاك التفسير اللي حنا كنعطيو للمراهقه في المغرب كيجيني لا علاقه. راه حنا غالطين تماما في المعنى ديالها، غالطين تماما. المراهقه هي المسؤوليه، المراهقه هي الرجوله، المراهقه هي بنادم كيعرف الحياه باش بدات كطيح صافي تيدخل المعمعه كما تنقولوا، كيدخل التيران بهذا المعنى. يعني صافي خصو يبدا اللعب، خصو يوري كما تيقولوا حنت يديه. سينو من ديك المراهقه بحال المرايه كتبين. سينو راه بنادم راه ما خصو يتزعزع باش يتوقد. ماشي انا نبقى راه مازال مراهق وهذاك هو السن العطاء. يعني فوقاش غادي يعطي؟ من 18 ل 30 هذاك هو السن، او من 12 ل 18 هذاك هو سن العطاء اللي تيكون بنادم مجهد. يعني اي حاجه دارها تيكون تبارك الله تيعطي، يعني كل جهده بالطاقه ديالو، بالنفس ديالو، بالروح ديالو، يعني بالعقل. يعني بنادم تيكون في ديك السن سبحان الله تيامن بالحاجه ملي كيديرها. فوقاش غادي يعطي لا ما عطاش من 12 ل 18؟ فوقاش؟ يعني الله يهدينا. التفسير حنا عندنا راه خاطئ، احنا المغاربه. الله يهدينا لا مع البنات لا مع الاولاد، خصوصا الاولاد في ديك السن. انا نقصح معاهم ما نكذبش عليك، باش يكبر راجل ويجي واحد النهار يقول لي الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. يا الله تا نتوما الله يرحم لكم الوالدين اللي تصنتوا على الفيديو، وتنتمنى تستافدوا منه. والسلام عليكم.